فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا صبايا؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. أنا إكرام، وإذا هي أول مرة بتشوفوني لا تنسوا اللايك والمتابعة لحتى يوصلكم كل جديد. واليوم حبيت أخذكم معي بروتين نهار كامل، وخلونا نبدأ ونقول بسم الله. بداية خلوني أخبركم إنه عمي ومرت عمي زايرين عنا، ومن عاداتهم وطقوسهم كل يوم الصبح لازم يشربوا كاسة شاي مع الكعك. فأول الشي منبلش فيه نهارنا بوجودهم هو كاسة الشاي مع الكعك. بينما يغلي إبريق الشاي كان عندي موعد تسميع قرآن أونلاين، فاستغليت هالدقايق وما ضيعتهم. بعدين مباشرة رتبت كم شغلة بسيطة بالبيت، وفورا حضرت فطور على السريع لأنه كان عندي اليوم كتير مشاريع الصراحة. بعد الفطور مباشرة صليت الفرض وخلصت الورد اليومي من شان ما قلتها وانساه. وأنا ورايحة على المطبخ لقيت مرت عمي عم تعمل مخلل، يعني هي بتعرف أنا قديش بحب المخلل تبعها، فكان لازم تعمل لي. كبست لي إياه هون بأناني الكولا الفاضية، الله يجزيها الخير ويسلم ايديها ويطول بعمرها يا رب. بعد ما خلصنا مشروع المخلل نظفت الطاولة على السريع وبلشت بشغلتي الأساسية اللي عم فكر فيها من الصبح. بدي أعمل كعك العيد أو كعك التمر أو الكعك الفلسطيني أو الكليجة الدارية، يعني ما بعرف شو بتسموها صراحة. شوفوا الطريقة وخبروني هي طريقة شو. أنا صراحة أول مرة بعملها، فيعني كل ما افتح فيديو بلاقيها باسم مختلف عن الثاني. اول شي نزلت بالعجانة ب3 كاسات ونص من الطحين، بعدين حطيت معلقة صغيرة من يانسون مطحون، شمرة مطحونة، محلب مطحون، 5 معالق صغار سمسم، ومعلقتين ونص صغار حبة بركة، ومعلقة صغيرة من السكر نسيت ضيفها فضفتها بعدين. خلطت المكونات الجافة كلياتهم مع بعض. حضرت على جنب كاسة من الحليب الدافي، حطيت عليه تقريبا ملعقة ونص صغار من الخميرة أو تقريبا نص الظرف، يعني ذوبتهم منيح وتركتهم على جنب لحتى تفعل الخميرة. لكمية الطحين هاي استخدمت نص كوب من السمنة مع نص كوب من الزيت، ممكن استخدام زيت الزيتون بس أنا حطيت زيت عادي، وشغلت العجانة وتركتهم ينعجنوا كتير منيح لحتى تجانست كل المكونات مع بعض. كل شوي حاول طفي العجانة وجيب الطحين يلي على الأطراف أو اللي من تحت اللي ما عم توصله، من شان يعني يسهل العملية وسرعة، ومن شان ما يضل عندي شي تحت أو على الأطراف من الطحين ما صله سمنة وزيت، يعني لازم كتير كتير ينعجنوا منيح مثل مبدأ المعمول. وبس تجانست عندي المكونات الجافة مع الدهون بضيف عليها كاسة الحليب يلي خلطناها بالخميرة، وكمان بكمل عجن بس ما ببالغ بالعجن، يعني بس انه هيك تتماسك مع بعضها. كمان برجع بقلبهم تقليبتين 3 بالمعلقة لحتى أتأكد إنه كل شي تمام. بتطلع معي عجينة طرية وما بتلزق أبدا مثل ما مبين بالفيديو. بغطيها وبتركها تختمر شوي، يعني شغلة نص ساعة بكفي.
وبينما تختمر رح أجهز التمر. عندي تمر منزوع النواة ومطحون، بضيف عليه معلقة صغيرة من السمن ويفضل يكون حيواني، وحطيت عليه كمان رشة قرفة وممكن إضافة الهيل. هلأ وأنا عم ساوي الحلو خطر لي أسألكن إذا عم بتعانوا من أجارات البيوت مثلنا ولا لا. يعني بالفترة الأخيرة صار موضوع أجارات البيوت كتير عم نسمع عنه هالفترة، في كتير ناس عم تضطر تدفع جزء كبير من راتبها أو دخلها بس من شان تلاقي بيت تتقاوى فيه، والأسعار عم ترتفع بشكل غير طبيعي. صارت الأسعار يعني متعبة لعائلات كتيرة صراحة. والأصعب من هيك إنه أحيانا لما تسأل عن بيت بتحس كأنك عم تسأل عن شي كتير عظيم، يعني كأنه مو إنه أنت عم تستأجره، لا بتحس حالك عم تشتريه على هو المبالغ يعني الغريبة اللي عم نسمعها. وأكيد ما بدنا ننسى إنه في للمكتب وفي تأمين، أحيانا بيطلبوا مبالغ مقدما، يعني إنه تدفعي عن كذا شهر بنفس الوقت. فيعني الموضوع صار كتير كبير على المستأجرين وتقيل الصراحة. وأكيد يعني ما رح نعمم، يعني في كتير ناس بتراعي ظروف العالم وبتحس فيهم الحمد لله رب العالمين، يعني إن خليت خربت. فأنا ما عم أحكي عن شيء أو شخص معين، أنا عم أحكي عن موضوع بشكل عام، إنه أغلب الناس حاليا عم بتعاني من أجارات البيوت. ولا أنا هيك حاسة؟ ما بعرف. يعني أنا اللي بشوفه إنه البيت أبدا مو رفاهية، البيت هو أمان وراحة. كل إنسان من حقه يلاقي مكان يعيش فيه بدون ما يكون الأجار بيكسر ظهره فيه. وانتو خبروني رأيكم، هل ارتفاع الأجارات صار طبيعي بهالظروف ولا لا؟ وهل في ناس بتستغل حاجة الناس؟ احكوا لي رأيكم. وأكيد ما بننسى الناس يلي على العين والراس بنحطها بتراعي ظروف الأشخاص التانيين، وأكيد كل شي بأجره بإذن الله رب العالمين، الله ما بيقطع حدا. وخبروني انتو بمنطقتكم كيف وضع الأجارات، هل هو مقبول أم غير مقبول، مع ذكر المنطقة طبعا. وهلأ خلونا نرجع لأكلتنا. بعد ما تركت ترتاح نص ساعة وزبطت التمر، فردت العجينة على طاولة العجن، وبعدين صرت شكلها مثل ما مبين بالفيديو، هيك مثل أصابع يعني، وبعدين بعملها دائرة. هلأ إذا صغرتوها بتطلع أحلى، يعني كل ما صغرتوها بتطلع أحلى، أنا هيك حسيت. وممكن على فكرة بدون ما تحشوها شي كمان كتير بتطلع طيبة. وهيك صاروا كعكاتي جاهزين ما شاء الله، الريحة قلبت البيت. يعني بنصحكم تجربوا هاي الطريقة، وإذا عندكم طرق تانية خبروني عنها. وقبل ما يسرقني الوقت قررت حضر طبخة سريعة وعلى السريع. وأكيد الوصفات المنقذة بالنسبة إلي هي وصفات الصينية اللي بتنحط بالفرن شو ما كانت، يعني بعتبرها هيك على السريع سهلة وسريعة وما في أحسن منها. واليوم قررت أعمل شوية بطاطا بالصينية، هيك كانت النية صراحة. فما لقيت عنا دجاج فخاد، ما لقيت غير صدر دجاج، فقررت أعملها هيك مثل ما هلأ رح تشوفوها. قشرت البطاطا وقطعتها شرائح، بعدين جبت بصل وقطعته جوانح، وكمان عندي شي راس توم تقريبا قطعته كمان شرائح، حطيتهم كلهم فوق بعض. بندوراية كمان قطعتها 4 أو 5 أقسام حسب حجم البندوراية الموجودة. كم حبة فليفلة، يعني ممكن تحطوا أي خضرة عندكم على فكرة، تطلع كمان سهلة ولذيذة. وحطيت تشكيلة بهارات، يعني تفننوا بالبهارات كيف ما بتحبوا. أنا حطيت ملح وفلفل أسود، فلفل أحمر، كزبرة يابسة، ورشة كركم. وحطيت معلقة صغيرة من دبس الفليفلة، بس دبس الفليفلة يلي عندي شوي جامد فحطيته مع شوية زيت. وحطيت كمان يعني إنه شوية الزيت كترتهم من شان إنه بفرد مرة للطبخة.
قلبتهم كتير منيح، حطيتهم بالصينية، وبعدين حطيت الدجاج نفس الصوص يلي زاد منهم، قلبته كمان شوي وعلى الفرن. ساعة وبتكون جاهزة عندكم. وهيك خلصنا فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والمتابعة، لا تنسوا تكتبوا لي دعوة حلوة مثلكم، ولا تنسوا تكتبوا تعليق تاخدوا أجر عليه لو حدا غيركم قرأه. وسلام.